وضلنا الله بتحيات أفضل منها. نعم. العبدلي جاء العبدلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت خيرا، بارك الله بك على هذا. فيكم بارك الله. الله شيخنا، شيخنا أنا عندي سؤال. لماذا فضل. نحن المسلمون إلى الآن ما عندنا يعني خليفة يقودنا أو قائد يقودنا أو ملك حتى يقود كل المسلمين، يعني واحد يتوحد تحته صف المسلمين؟ يعني احنا نشوف الآن العرب والمسلمين الآن متفرقين. يعني هل هو سبب إضاعة الدين أم يعني قلة الابتعاد عن دين الله؟ وليش صار وصل بنا هذا الحال يعني إلى ما نحن عليه الآن؟ المعاصي والله المعاصي هي السبب تبعنا. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض أهل العلم قالوا هي الركن السادس في الإسلام. فإذا أزيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد زال الدين معلم، لأنه هو المستشفى. أنا دائما أقول للناس بالخطبة، أقول لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المشفى الميداني للأمة الذي يعالج الأمة في كل مكان. فإذا خرجنا منه تزداد الجراح ثم يموت هذا الجسد. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي احنا محتاجينه الآن. فبما أنه ما فيك تأمر الحكام والملوك بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر يا معلم، معناته خربت الأمور. فلو الناس رجعت إلى الله عز وجل لكان صارت الأمور. الناس عم تطلع مظاهرات وهتافات وأعلام وصياح وكذا، وغزة دونت كراي، شو كما شو اليوم غزة دونت كراي، فلسطين شو ما هي شعارات ما تقدم يعني خير ابدا. يعني ناس عم ترقص وتغني على الاغاني معلم، واهل غزه اكل جوا. فالشاهد الموضوع انه بدا رجع رب العالمين اذا ما عدنا الى الله عز وجل. يعني كان معي واحد الاخوه البارحه يشتغل بشغله حرام، يعني ماشي الحلاقه، يشتغل بالحلاقه والحلاقه حرام، وانا نبهته عشرات مرات حتى صار يقول لا تنبهني اتركني ماشي. وكذا واحد نبهته. فدائما يعني تخيل ما مجد عروس والحياه ضيقه، عايش في ضنك. يقول لي كل يوم فيق الصبح، يعني هو انتم ما تعرفوا شغلات تكون غيبه له. يقول لي كل يوم فيق الصبح تفرج هيك طلعت شمس، قول لي يا ريتني ليش فقت انا، يا ريت ظليت ميت. يعني تخيل ما عمره 30 سنه، اجى ايرلندا من 7 سنوات كان عمره 22 سنه، هلا عمره 29 سنه يعني ماشي. فلذلك ترى الحياه الضنك امبارح ما سجل اقول له وجها لوجه. ليش؟ لانه ينزعج مني، صار ما ينزعج يعني قل لا تقول لي يا اخي خلاص اتركني بحالي. فجبت له مثال على جماعه اخرين امبارح كان بالسيره، فدخلنا فقال محمد لا تجيب سيره مال الحرام. ما دخلوا. قلت شو ما دخلوا؟ قلت المشكله انه الناس عم تاكل ضرب وعرفانه بشو السبب وما عم بتوب، مصر عليه. فانت عم تاكل قتل وعم تخسر حياتك وخسران سعادتك وعم تاكل ضرب ومستمر بنفس الطريق. فالحق على مين؟ الحق عليك انت طبعا. شيخنا باختصار شديد، إذا كنا عبادا لله ننتصر ونتوحد، وإذا كنا عبادا لشهواتنا ولمتاع الدنيا سنخسر. بالضبط هذا كلام. لذلك التوحيد مهم. إذا الإنسان كان موحد لله عز وجل يكون منتصر في كل ميدان، لو حتى كان مقتولا ولو حتى كان مجروحا، لو هدم بيته على راسه هو المنتصر. أما الإنسان الذي يعبد شهواته هو خسران ولو كان مالك الدنيا كلها. جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك، الله يجزاك خير ان شاء الله. والشيخ حتى يعني هذا شوف هسه احنا الناس اللي مثلا بالخارج، يعني هسه انا ممكن اخذ قرض مثلا قدره $1,000,000، ولكن حرام هذا القرض يعني بفائده. حتى البيت اللي هو اقساط يقولون عنه وهذا السكن، وفي ناس تحاول تفتر تلف على الدين، يعني على مود يعني يحلل ما حرمه الله عليه، ياخذ الربا يقول يحلل، يقول هذا السكن مثلا للبيت. انا شفت لك احد المقاطع تذكر به عن هذا الموضوع، وهذا موضوع جدا مهم، يعني انه انت تاخذ بيت بالاقساط تدفع عليه ربا، زين؟ يعني تأذن بحرب من الله وانت مرابي الان، يعني وين كان بيت يعني تسكن به؟ نعم. لذلك يا أخي العزيز الناس هون العائلات متفرقة، الأولاد عاقين، المرأة مستبدة على زوجها. ليش؟ بسبب الحرام. تقول له ليش؟ تقول لك ما عم يسوي شيء، يكون عنده 100 شغلة حرام وهو ما عم يذكرها يعني.
وشباب ما عم تجد زوجات كمان. هو كثير شباب يقول لك يا اخي صار لي 7 سنوات عم ادور على زوجه. والله يا شباب لو احكي لكم على الشباب اللي هون اللي عم تدور على زوجات، شباب مثل ورد، ليكني عمر ليكني ما ليكني بين شباب ما ليكني بين قدامك. 20. نعم، شباب ما بين 20 ل 30، تخيل 28، معه مصاري، معه يعني ما بعرف قديش معه تقريبا، بس معه اكثر من 100,000 يورو اكثر، وعنده سياره معلم ماشي، وشباب وحلاوه معلم وقوه، وسبحان الله، وما عم يجي. كل ما يروح يدور زوجه بيسخروا منه، مسكر باب وجهه. طيب انت هذا الحمد كلامك في لله. التفسير غلط، شكرا. انت ماخذ بكلام الكيالي. انت اذا كلامي غلط وكلام الكيالي صح فجزاك الله خير. اي والله، فاسال الله يتوب علينا يا رب ويبعد عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تجعل حاجتنا الا عندك يا رب، ولا تجعل ذلنا الا بيديك. جزاك الله خير كيف شيخنا وبارك الله بيكم. الإنسان فيه نزعة ذل إذا أفرغها بالصلاة يعني أمام الله سبحانه وتعالى، خلص نعم، راحت نزعة الذل، ما عاد يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ما بينذل ولا لمخلوق. احسنت احسنت. يعني متى يعني معلم، شوف، الانسان في عنده ذل وفي عنده كرامه، يعني نعم نص النص. فاذا بذل هذا الذل وهذا لله عز وجل، الله ما نعم بذل له احد اخر ابدا. نعم فكل ما انسان كان مذلولا لله عز وجل، متذللا متقربا مفتقرا الى الله، اغناه الله ورفعه، لانه ما ظل عنده ذل يعطي للناس. عرفت ليش؟ لذلك نعم اذا واحد عنده كميه ذل، عنده 40% الدنيا، ما عنده هاي الماده اللي يعطيه اياها اصلا، ما موجوده نعم عنده. نعم. وفي كمان بالإنسان نزعة التكبر، في أي إنسان موجودة، إذا أفرغ هذا التكبر على المعاصي وتكبر على المعاصي كمان نعم نجا. وفي نعم نزعة قوة، وفي نزعة قوة إذا أفرغها في نصرة الضعيف نجا. وفي نزعة ضعف إذا أفرغها بالتوسل لله سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى نجا. قوي، نعم يقوى من الناس، نعم يقوى من الناس، نعم. فنسال الله ان يجنبنا الفتن يا رب، ما ظهر منها وما بطن، لان الفتن كبيره اللهم الايام. آمين. امين. اي مساله اخرى يا شباب قبل ما نسكر البث، تمرون بشيء؟ يا رب. ما اريد محمد المقدسي يسالني شيء، انا مزعوج منك انت، ما تجي لعندي بنوبه، ما تجي لعندي، تروح تمجد تراتيل وبعدين تجي لعندي ساعه تقول لي مرجئه وساعه تسالني. شو انا مرجئه وتسالني؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حديث يامر بالذل لله، ان نعم، في مو احاديث في القران الكريم. قال تعالى، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين امنوا بالله ورسوله، لحظه اجيب لك الايه. قال تعالى واخبتوا الى ربهم. نعم، واخبتوا الى ربهم. فالاخبات هو التذلل لله عز وجل. لماذا اخي؟ لا تقول لي اخي، انا تقول لي جهمي وتقول لي اخي، شلون اخوك جهمي؟ لو لا جنبي والله ندفك يا ابو حميد، بس عاد أبو بعيد عني انت. لا لا، في خير، في خير إن شاء الله. يا أخي الغالي محمد الله يفرج المقدسي، عنك. أنت ليش عم تتكلم هيك؟ ليش عم تحكي هيك؟ مين الجهمي؟ بتعرف شو يعني الجهمية ولا ما بتعرف؟ اشرح الجهمية وبعدين طبق إذا في مواصفات انطبقت علينا مثلا، بنقول لك إيه وبنصلحها إذا في، طبعا لك إذا هو في مسكين ما غلط بيعرف شيء، يعني. هو مسكين ما بيعرف شيء، هو زلمه مسكين بس ما بيعرف. بنصحك يا أخي لا تكرر كلام بيقولوه الرجال. اتبع الأثر، اتبع الأثر والدليل، بس ما هناك بدخل قول غير في حفظ هيك. القرآن، هل في حديث يحث على الحفظ؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوه يعني اقرأوه دائما، احفظوه، تعاهدوا هذا القرآن. والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. شو التفلت يعني؟ يعني هروب من الصدر. فالنبي قال تعاهدوه حتى لا تنسوه. فهذا حث على ماذا؟ على حفظ كتاب الله عز وجل.
لا، في العبدلي سأل شيخنا من هم الأشاعرة، والأشعري كان الصحابي. أبو موسى الأشعري كان صحابي، وأبو حسن الأشعري هو من سلالته، يعني اللي ينتسبون إليه الأشاعرة. لكن هذا الأشعري توفي، يعني أبوه توفي ورباه رأس المعتزلة، مدري شو كان اسمه، احمد الله بن ابو المستعان. دؤاد. أيوه. فكان زوج أمه ورباه. لما كبر أبو حسن الأشعري كان فقيه يعني. لما كبر فوقع بإيده كتاب للشيخ أحمد بن حنبل، وتابع ما كانوا يقولون المعتزلة، وقال أنا أقول بقول أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل. فالآن الأشاعرة ينكرون ما يقول أبو حسن الأشعري، وخصوصا بإثبات نعم الصفات وتفويض الكيفية. نعم، جزاك الله خير ابو هذه عمر. خلص فضلك كمل. هي باختصار الأشاعرة يعني هلأ ما ينتسبون لأبو حسن الأشعري، لكن ينتسبون لشخص كمان راح عن بالي سبحان الله اسمه. فكثير اسماء. المهم انت واياكم اخي العبدلي. ابو عمر، انت قلت شغله، قلت على أبو الحسن الأشعري ابو الحسن الاشعري. قلت لما كبر ولا كبر؟ قلت ولا كبر؟ لما كبر. ما لما بعرف شو كبر. قلت. نعم، انت قلت لما كبر. طب شو نعم. الفرق بين كبر وكبر؟ ما عندك شاء قلم؟ الله. عندك قلم؟ لا، ما عندي، بغرفة طيب. ثانية. طيب حاول تسجل عندك بقلم. ما الفرق بين كبرة او نعم كبرة او كبرة؟ ما الفرق بيناتهم؟ يعني كسر الباء وضم الباء. بالضبط، نعم، كسر الباء او ضمها. عندنا لا، كبرة. كبيرة. كبرة ماشي، او مم. كبرة. انت قلت أو صح. كبيرة. انت نعم. قلت صح. وكبرة. لا، لا لا. ما لها علاقة بتكبر، ما لها علاقة بتكبر. هاي لا، هاي ليست هذيك من الكبر. ماشي. انت قلت عندما كبر ابو الحسن الاشعري. نعم. الكبر بكسر الباء هو التقدم بالسن، اما الكبر بالباء هو الضخامة. كبر مقتا. كبر مقتا. الله أكبر. نعم. فهمت علي؟ فكبر بالضم تدل على التضخيم، يعني شيء عم يضخم. كبر الورم والعياذ بالله. فهمت كبرت علي؟ يدي مثلا، أو بالضبط. فكلمة كبر بمعنى التضخيم، أما كبر الولد يعني تقدم في نعم. السن، أو كبر نعم. الرجل صار يعني كهلا. نعم. نعم، كبر مقتا عند الله يعني ضخم، صار ضخم نعم. كبير جدا، لكن مو بالسن. أما كبر بالسن بالحجم. فأنت. نعم. نعم، فالكبر الضمة، حتى الضمة حجم، الضمة حجم، والكسرة بالسن، تقدم بالسن. فأنت قلت صح، نعم. سبحان الله، فكرتك تعرف المعنى الفطرة. تبعهم. الفطرة يعني، والله ما قاصدة ولا بعرف الفرق يعني. هلا مم. جزاك الله خير، يعني وضحت لي. وإياكم، بقول ربي زدني علما، يعني معلومة هيك على آمين الهامش يا رب. الإنسان يستفاد منها. إيه. نعم. أنا بحب هيك أمور، بتعرف يعني. نعم، مش هيك أعطيك أنا. أي والله. إيه فاللي والله. يعرفها سابقا يعرف يسجل عنده. نعم. هلا شو في عندنا؟ شوف، ما في عندنا كلمة كبيرة جيب السن بالقرآن الكريم. كلمة كبيرة بالقرآن الكريم، ابحث والله هيك. كلمة كبيرة. بكسر الباء. نعم. نعم. أنا ما في أحط التشكيل حاليا. أكبر. أكبر كله أكبر 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 يستكبر أكبر. وإن قال وإن كان كبر عليك إعراضهم. شايف؟ وإن كبر. كان كبر عليك. نعم. وإن كان كبر بضم الباء. وإن كان كبر يعني ضخم عليك، يعني يعني كان ثقيل على نفسك، هاي معناتها. نعم. أكبر تتكبر، الأكبر. نعم. أكبر أكبر. نعم. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، نفس المعنى. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله، يعني عظمة. نعم. قال بشرتون على مسني الكبر. يا سلام، ما هي.
قال غيبية. أبشرتموني على مسني الكبر بفتح الباء. الكبر. نعم بفتح الباء. مسني الكبر كبرة. نعم بفتح الباء. نعم على أن مسني الكبر. هاي الدليل. شوف سورة نعم. يوسف الحجر 54 قال أبشرتموني على أن مسني، ما قال الكبر، قال الكبر الكبر. بالفتحة. اي والله هاي فتحة، انا حاطة فتحة من جنبي، كتبتها فتحة وتلاقي ضمة. نعم فالكبر يعني تقدم بالسن، وال وال والكبر هي الكبر. نعم سبحان الله. بيت الآية معكم. نعم من السياق مبين المعنى. نعم العمر، لكن شوف التشكيل تبعها. عندك قرآن أبو عمر ولا ما في تفتح؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. محمد 19 بدك معنا؟ محمد 19 بدك معنا؟ وين أي صفحة؟ بعثت لك على المجموعة، بعثتها على المجموعة. في هاي واحدة ثانية، ايوه وجدت لك واحدة أخرى كمان أيضا هيك. سورة إبراهيم صفحة 13 الجزء سورة إبراهيم 260. إبراهيم 260. إبراهيم 260 والحجر 265. بعثت لك على المجموعة، إذا في عندك جوال ثاني المجموعة فيك تشوفها. نعم وهي سورة الإسراء. وقال ربك ألا تعبدوا قال يبلغن عندك الكبر أحدهما. كمان هاي الكبرة هاي ثالث وحدة. بعثت لك 3 على المجموعة، صار عندك 3 على المجموعة. هاي 3 كلهم الكبر. نعم والله في كثير منا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت وقد بلغت من الكبر عتية. كمان هي الرابعة. ما كنت بحث عنها. صدق ولا مرة دورت عليه بالقرآن الكريم، هي أول مرة. سبحان الله، العلم بحر يعني. نعم الآن هاي يكبر. نعم يكبر في صدوركم، هاي أن التكبر أو عن الضخامة. نعم كبر تجي عظمة كمان. كبر. وعليكم السلام يا صهيب، رجعت الله من النوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأنه هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبع الروحة مو تبع شيء. نعم هاي معنى الضخامة. كبر. بكرة إن شاء الله سورة قاف. واستكبر الأكبر. ماشي أكبر. تقرأ. نعم. نعم شو بدي تقرأ؟ أم أقول بكرة إن شاء الله سورة قاف. هي طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى، إذا الله أحيانا إن شاء الله، إذا الله أحيانا وأبقانا إن بإذن شاء الله الله. تعالى. بعثت لك هاي كبر وقتا، بعثت لك ثنتين هلا على الضخامة اللي حاط لي علامة تبع الضخامة، تمام. واللي ما عليه علامة تبع التقدم بالسن. كبر مقتا عند الله كذلك أكبر. يعني بتجي بالفتح وبتجي بالكسر. إيه بالفتح وبالكسر. لكن شوف هلا بالفتح وكله جاي بالفتح، كلهم شارع لكم من الدين والصلين وأمرهم. في كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي ضخمة. كبر هلا بالضم حتما، بالضم حتما هي الضخامة. تقسيم أو ماشي كبر الحجم.
الحجم نعم. هاي الثالثة. أما اللهم صل على رسول الله. أما بالفتح شو هي؟ اللي بالفتح هي العمر التقدم تقدم بالعمر. السن. نعم التقدم بالسن. نعم بعت لك 3 ب3 4 تقريبا. ماشي. الله يجزيك خير يا رب. الله يبارك فيك. عبيد الله وفيكم بارك الله. يلا نستأذن منكم إن شاء الله نسكر البث، إن وموعدنا شاء الله. غدا إن شاء الله. نسأل الله يفتح علينا وعليكم ويعلمنا ويعلمكم ويهدينا ويهديكم ويجعلنا سببا لمن اهتدى إن شاء الله. إن شاء ولا الله عم بإذن سبني هذا الله. راني عم سبني. يلا السلام عليكم. أخذنا نسبح سلم الله لسانه. يلا السلام عليكم. بنت رانيا. يلا استودعكم الله. السلام عليكم.